كعكة باردة منعشة، ريحة الأناناس تفوح منها وطراوتها تذوب بالفم مع أول لقمة. المكونات: بسكويت سادة ديجستيف أو شاي 200 غرام، زبدة ذائبة نصف كوب، شرائح أناناس، معلب مع العصير علبة واحدة، كريمة خفق، كوبان جبنة كريمية كريم تشيز 200 غرام، حليب مكثف محلى. اطحن البسكويت ناعم واخلطه مع الزبدة الذائبة، ثم افرده في قالب الكيك كطبقة أولى واضغط جيداً. في وعاء اخفق الكريمة حتى تصبح هشة. في وعاء آخر اخلط الحليب المكثف مع الجبنة الكريمية، ثم أضف الكريمة المخفوقة تدريجياً. استمر بالخلط حتى تحصل على خليط قوامه ناعم. اسكب الخليط فوق طبقة البسكويت وساوي السطح. ضع شرائح الأناناس فوق الخليط، ثم ضع طبقة أخرى فوقها من الخليط، ثم ضع شرائح أناناس مقطعه فوق الخليط، وضع بعضا من البسكويت المفتت فوقها. ضعها في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات حتى تتماسك تماماً. وهيك صارت كعكة الأناناس الباردة جاهزة، منعشة وخفيفة وتذوب بالفم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل وصفاتنا الشهية أول بأول.